الناس اللي سألتني كتير على أفكار البرطمانات الإزاز جمع لكم النهاردة 5 أفكار تحفة. زي ما انتوا شايفين دي كرتونة حلويات، قطعت منها شرايط متساوية حوالي سنتي و3 دواير لزقتهم في بعض، عملتهم بالستيكر من فوق من تحت، استيكر الخشبي. عايزين نعمل فانوس كده من البرطمان بشكل خشبي ومفهوش ولا قطعة خشب واحدة. وبعد كده جبت الاستيكر الخشبي بتاعنا وعملت كسيت بيه كل الشرايط بتاعتي. تمام. جبت البرطمان بتاعي هو صغنون او اي حجم عندكم، وابتديت الزق من تحت كده بمسافات متساويه كل الشرايط بتاعتي اللي انا عملتها. اقص الزوايد من فوق واحط من جوه كمان شريطه كده برضو من الكرتون، من نفس الكرتون بتاع الحلويات ده بيبقى مرن كده وتحسوه في نفس الوقت مضغوط في نفسه جميل قوي. الشريطة اللي لزقتها على الداير دي هنثبت فيها كل الشرايط بالشمع. وبعد كده لفيت برضو حوالين الداير بتاع البرطمان بتاعي حبل قطن، وهنا برضو حبل قطن بس سميك، جدلته جوه السلك عشان ياخد كده شكل ويبقى بقى قوي معانا ويبقى يد جميلة زي ما انتوا شايفين. هجدل برضو من تحت، واسرع فانوس شياكة ممكن تعمله، فاخر قوي شكله خشبي كده زي اللي بيتباع غالي. كمان تقدروا تستفادوا تحطوا جواه شمع طبيعي، مش هيحصل حاجة طبعا عشان برطمان ازاز، او ببطاريات كهرباء، براحتكم قوي. ايه رأيكم؟ شياكة قوي وجميل جدا جدا جدا. يلا بينا على الفكرة اللي بعد كده برضه من برطمان، وهنا عندنا خيوط خيش. هبتدي اعمل عقدة زي كده، وهنا عندي دي عارفين الإبر بتاعة الكروشيه، بس دي سميكة قوي عشان نعمل غرزة سميكة ونبتدي نعمل غرزة السلسلة. هي سهلة قوي، باخد كده من جوه وبطلع وافضل اخد من جوه واطلع بالشكل ده لغايه ما اعمل السلسله ورا بعضها تبقى بالتخن ده. تمام. ورا بعض ورا بعض لغايه ما نخلص. ما عندكيش خيش اعملي صوف، ما عندكيش صوف اعملي قطن، اي حاجه هتقضي، بس طبعا الخيش الافكت بتاعه بيبقى جامد. تمام. هبتدي بقى ألزق بالشمع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نعمل قاعدة كده الأول. احنا هعمله بشكل ان طبعا الشمع ما بيمسكش قوي على الازاز، بس هنخلي الديزاين اللي حواليها ان ما يطلعش اكنها متلبسه كده في البرطمان بالظبط. زي ما انتوا شايفين اديت دايرتين من تحت ملزوقين في بعض، واديتها الكيرفات دي من فوق. تمام. وبعد كده هعمل برضو فوقيها تاني، بثبت في البرطمان وفي نفس الوقت بثبت الخيش في بعضه. طبعا الشمع هيكلبش قوي في بعضه في الخيش، وهيدي تثبيت وقتي في البرطمان او الازاز بتاعنا، بس بعد ما نخلص الديزاين خالص هيبقى صعب انتزاعه يعني. كده بالشكل ده خلصنا تاني دور. تمام. دي برضو من الافكار اللي عملتها وجميلة وسهلة قوي. شايفين الشكل؟ كده عملنا بنعمل الادوار فوق بعض لغايه ما نخلص مساحه البرطمان او سطح البرطمان. ده التيراب اللي احنا بنستخدمه في شغلنا او اي حاجه. انا قطعته طبعا، باخد المستعمل، بواقي المستعمل عشان يعني انا بحب استهلك كل حاجه مش برميها. وبعد كده بعد ما خلصت كله على اساس ادي شرايط كده اللي انتوا شايفينها السودا دي، هعمل دراع. المره دي انا بحب انوع، يعني عملت لكم الدراع عذرا لصوتي عشان بس عندي شوية برد. عملنا الدراع بكذا شكل، ان هو السلك بتاع الكهرباء على اساس يبقى ايه، يبقى السلك عندنا. ممكن تعملوا كمان التيراب كذا تنوع اللي عندكم اشتغلوا بيه. بصوا الجمال، حطيت جواه بطارية كده بالكهرباء. الشمعة دي كنت جايبها بحوالي 5 جنيه، جميلة بتقعد وقت كبير، او شمعة عادي خطيرة بجد. وكمان الطقم الجامد اللي كنا عاملينه مع بعض. كل ده على القناة، هسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس عشان اللي عايز يعني الأفكار دي يدور عليها يعني بسهولة. يلا بينا على الفكرة اللي بعد كده. برضو برطمان، وهنا شرايط من الفوم قطعتها بالشكل التناسق اللي انتوا شايفينه ده، مشرط كده ومسطرة عشان تدينا كل شريطة قد التانية بالظبط. ده فوم، والفوم يا جماعة لما بنحطه على أي حاجة الصراحة بيكلبش وبيطلع بصعوبة، وانا استخدمته هنا كحاجة عملي بديل كده بقى العجاين بتاعت السيراميك والحاجات دي. حاجة يعني ماتيريال رائع بجد. بعمل بيه شجرة مجسمة كده زي ما انتوا شايفين. انا هعمل الشغل ده، واللي عايز يلونه براحته، يعني انا استخدمت الالوان الطبيعية بتاعت الفوم. ما تنسوش دعمكم بلايك، وبشكركم جدا لكل محبتكم.
زي ما انتوا شايفين خلصت كل التفريعات وجذع الشجرة، وابتديت هنا من اللون الأخضر أعمل زي ورق شجر صغنن كده، يعني عايزة حاجات عشوائية، مقاسات عشوائية، وابتديت ألزقه برضو عشوائي كده على كل الفروع بتاعة الشجرة بتاعتي. بجد ايه رأيكم في الفكرة دي؟ شفتوها بذمتكم في حتة قبل كده؟ جديدة قوي قوي. كمان الهيكل بتاع البرطمان مساعد جدا على التمويجة اللي من فوق مع التمويجة اللي تحت، ماشي قوي مع تجزئة الشجر. بصوا الشكل. طبعا البرطمان ده كان قديم جدا عندي وركناه، وقلت ايه حان الوقت ان ينفع للفكرة دي. وهنا زي ما انتوا شايفين دي حاجات بتاعة البسكوت اللي هي الطبعة على هيئة ورق شجر. عايزة ادي برضو نقوشات كده في الفوم بتاعنا، والفوم بيسيح زي ما انتوا عارفين، مش بيسيح يعني بيتشكل او ينفع يطبع عليه زي ما انتوا شايفين بالحرارة. بستخدم هنا مكوة كده قديمة عندي مخصصاها للحاجات دي، احط سخونية وارجع اطبع عليها بسرعة يديني التجزيعة اللي انتوا شايفينها. بصوا تجزيعة الشجرة بانت، وكمان التجزيعة بتاعة ورقة الشجر. وهنا جبت سلك رباط، مش سلك بقى كهرباء، انا نوعت هنا في الاشكال عشان اللي عنده اي حاجه تنفع في يعني في الدراع بتاع اي فانوس عايزين تعملوه او وحده اناره زي دي. خلاص المره دي عملتها كده بشكل مربع، حطيت من جوه بقى شويه زلط كده حلوين، او كسر الرخام او الحجر، حته نصيبيان، والزقها بالاستيكر كده حواليها، واحطها في القاعده من تحت عشان برضو تدي فينش حلو، وعازل برضو تبقى ايه حاجة كده جامدة. بصوا ايه رأيكم؟ بجد يعني جميلة قوي قوي. وكمان اللي عايز يدهنها ممكن جدا على فكرة. انا بس سبتها زي ما هي كده، وبقول لكم على الافكار اللي يحب يفكر ان يعمل حاجة زي كده ان يدهنها، هتبقى حلوة برضو جدا معايا. هنا كذا ستوك سوري كوستر كنا عملناه مع بعض، بوريكم انها تنفع على الحاجات دي جدا، تبقى شيك. ونعمل لها بقى ايه اناره، بطاريات او شمع او فرع اضاءه زي كده، بيبقى فيه منه قصير ببطاريات كده، بيبقى لذيذ قوي. هبقى اجيب منه واوريه لكم قريب ان شاء الله. حلوه قوي 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 بجد، وجديد ده يعني. وبرده الماتيريال بتاعها سهل قوي. يلا بينا على الفكره اللي بعد كده. البرطمانات ده عندنا كلنا متهيألي في بيوتنا الايام دي، كان طالع موضه كده فتره من الزمن، بالذات التجزيعه اللي فيه دي. انا هنا جبت اللي هو الخيوط القطن، وابتديت اجيب خيط طويل واعمل العقده دي اللي احنا عملناها كذا مره الشهيره قوي. خدوا بالكم بنعقدها جوه الخيط بتاعنا ازاي. اعمل كده كذا واحده بقى، احضرها وكده بكل سهوله القطهم بقى بالشكل ده، واعمل بقى كميه يعني حلوه كده. تمام. هنا الخيط رفيع، لو عايزه تخنيه هيبقى اجمل واجمل كمان على فكره. عقدت هنا حواليها كده بقى الداير بتاع يعني الشريط الكبير او سوري الحبل الكبير اللي قط فيه كل الشغل بتاعنا، وشديت عليه عقدته جامد. وبعد كده جبت خيوط خيش وهلزقها هنا بالشمعة او السوبر جلو، على اساس بس اكسر الدرجة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. على فكرة مسك معايا السوبر جلو كان حلو، طبعا ما مسكش في الازاز، هو مسك الخيوط في بعضها. فممكن تعملي الحركة دي عادي جدا بالشمع. اشد كده بالشكل ده، وهعمل بالسوبر جلو من تحت، وهو ممكن ما يمسكش معاكوا قوي، فيا ريت توصلوه بخيط داير ما يدور كده على اساس يمسكهم في بعض وما يتفكوش. تمام. وبعد كده جبت بقى هعمل زي ورقة شجر صغيرة كده، كام فتلة من الخيوط الخيش، وهعمل عليهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده، اشبط فيهم الخيوط كذا واحدة ورا بعض بنفس التكنيك كده بالشكل ده، ادمجهم وبعد كده اقصقصهم كهيئة ورقة شجر صغنونة كده بالشكل ده. وبعد كده هلزقها هنا. وده الهيش كنا عملناه مع بعض على القناة، جميل قوي قوي. غناني ان انا اشتري الهيش اللي كل شوية بيبهدل الدنيا، كنت اجيبه يقع ويبهدل الدنيا
كنتش باحس بالنضافة معاه الصراحة في شقتي، ويطير كده يمين وشمال، فده الطريقة اللي عايزة هاسيبها لكم في الdescription box وكده بقى البرطمان بتاعنا. بُصّوا يعني كذا حركة بسيطة خلّيته فاخر أوي على الكوستر اللي عملناه مع بعض قبل كده على القناة. نحط بقى الهيش بتاعنا، واشتركوا اللي ما اشتركش عشان يوصلكم كل إشعارات فيديوهاتنا. بُصّوا جميل إزاي الهيش ده، والبرطمان حلو أوي الصراحة، يعني هي كذا حركة عملناها فيه بس طلع حلو يعني لذيذ، ورايق كمان مع الكُستر والحاجات اللي بنعملها جميلة. يالّا بينا الفكرة دي برضه من كُم بلوفر قديم، خدته كده ولازم يبقى إيه، يعني الحركة دي بالذات أو الطريقة دي لازم يبقى أوسع شوية من البرطمان، يعني عايزينه أوسع. وبعد كده زي ما انتوا شايفين انا ضميته من تحت بالابره والخيط، وحضرت الفايبر بتاعي، بحضره كده على اساس يبقى مطول كده. لما اجي احشيه انا عايزه فراغات ما بين كل حشوه والتانيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اه عشان عايزين نعمل شكل البامكن، منه يبقى ديكور، ومنه يبقى جار كده نحط فيها اي حاجه تنفعنا في المطبخ في الريسبشن، البونبوني الحاجات دي كلها. ما بين كل فراغ انا عملته ما بين الفايبر والتاني انا سرجت وشديت كده السراجة قوي. وطبعا السراجة بتبقى في كل فجوة او فارق زي اللي انا بوريه لكم دلوقتي ما بين كل فايبر، حبة فايبر والتانيين. تمام. وانا طبعا شدة حوالين الدايرة بتاعة اول البرطمان، شدة كده وعقدة زي خيط عشان يتشبك في الاخر السراجة اللي انا بعملها. وهنا بوريكم الجمال بتاع التجزيعة اللي انا عايزة اعملها بتاعت الهيكل بتاع قرع العسل قوي. شدتها بالشكل ده كسراجة عشان برضو اعمل فينش كويس. انا بعمل هنا غرزة البطانية، اللي عايز يعمل اي غرزة براحته كده. ده خيط اللي هو القطن او بتاع الطيارات او بتاع التنجيد ايا كان المسمى بتاعه. تمام. وبعد كده جبت غطا هنا بلاستيك عادي جدا بلزقه هنا في القاعدة. وبعد كده بجيب حبل قطن سميك قوي، انا دايما بقسم الحبل ده 2 عشان يبين معايا التعاريج بتاعته اللي انتوا شايفينها دي، بحبها قوي. لزقتها بالشكل ده من تحت حوالين غطا، ولزقت بالشكل ده حوالين كل تجويفة من التجويفات اللي انا عملتها بتاعت حشو الفايبر وبتاعت البامكن عشان تجسمها كده في نفسها قوي. ده جذع البامكن انا كنت عاملاه في فيديو من الفيديوهات، كان عبارة عن سلك اللي هو بتاع كهربا ولف حواليه خيوط مكرمية. لزقته في النص بالشكل ده بتاع غطا على غطا البرطمان بتاعنا. وحواليه طبعا زي ما انتوا شايفين الحبل بتاعنا الابيض، وهنا على الداير كده عشان ما يقعش يمين وشمال الغطا لما نيجي نحطه، حطيت لزقت برضو حبل. خلاص اللي عايزها بيضة كده هتبقى تحفة جدا طبعا وجميلة ورقيقة. اللي عايز بقى يعمل اللي هو موضوع او يحط عليها شوية كده جبير ذهبي او اي لون تاني، اوكي. في ناس بتحب برضو النيو كلاسيك، حبيت اعمل لهم شوية شغل مختلف يعني بلون مختلف بتاتشات مختلفة. لازم ننوع يا جماعة. حطيت من فوق كده الجبير، انا كانش عاجبني قوي كان زحمه ففكفكته من بعض، طلع منه الخيوط الذهبي دي اللي بحطها حوالين تجزيعه او الويفي بتاع الحبل بتاعنا بالشكل ده عشان يدي تاتش من الجنب ذهبي وتاتش من فوق ذهبي. وايه رايكم في المجموعه اللي عملناها دي؟ انا كنت شغاله كده من فتره على كذا حاجه ذهبي، كل الديكورات اللي انا بعرضها في الشغل الاخير ده كلها بتبقى ده سوري عمايل ايديا على القناه، يعني عملناها مع بعض قبل كده. بصوا جميل قوي، مش ديكور بس مفيد كمان. كل ده صناعه عملناها مع بعض، صناعه يدويه على القناه. انا بوريكم ان فعلا يا جماعه النفايات دي اللي بنرميها او الحاجات اللي بنستغنى عنها نقدر نعمل منها حاجات جميله قوي قوي لبيتنا. حبيت اعمل لاين كده للناس اللي بتحب النيو كلاسيك عشان نجدد نبعد شوية عن البوهو وشوية بوهو شوية نيو كلاسيك عشان يعني نراضي جميع الأذواق. ايه رأيكم في المفرش او الشال الأحمر ده؟ بجد تحفة جدا، فكرة حلوة تضيفوا بيها لمسة جمالية على السفرة، ترابيزة انتريه تبقى لذيذة جدا. يا رب المجموعة اللي انا جمعتها لكم النهاردة تكون فادتكم. ناس كتير قوي سألتني على موضوع إعادة تدوير البرطمانات،
اهو عندك برطمان محيرك، تفتحي الفيديو ده وهتلاقي افكار جديدة ومش هتلاقوها عند حد كمان. تعالوا هنا شوفوا برضو انا وظفتها، شلت اللون الاحمر على اساس يبقى ذهبي وابيض فقط لا غير. يعني تحفة قوي قوي. ارجو ان انتوا تجربوا الافكار دي في بيتكم وما تستصعبوش حاجة. اي حاجة انا معاكم، اسألوني، انا تحت امركم في اي سؤال. كمان ادخلوا اشتركوا على صفحتي على الفيسبوك، ابتكارات ميرا للاعمال اليدوية. بس سرشوا على الكلمة دي او هتلاقوا اللينك في صندوق الوصف. كنت مع ابتكارات ميرا. سلام.